بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي اتم صحة وفي اسعد حال ان شاء الله. هنسمي ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنقول مع بعضينا هنعمل كده كفتة رز هتعجبكم جدا. احنا عملناها قبل كده، بس انا بوريكم طريقة موفرة للزيت، ان انت بتحمريها الاول والزيتة دي كلها. لا، دي طريقة موفرة جدا وبسيطة. انا دلوقتي معايا نص، حوالي ربع او تلت حلة مية، وبتغلي زي ما انتم شايفين كده. انا صبعت الكفتة بتاعتي اهي. حلو. اروح حطاها كده، واروح حاطه عليها غطا اكبسها بيها. هعملها هسويها بالبخار، وهنشوف الطريقة وهتعجبكم جدا. نعمل الصلصة برضو بتاعتنا. ادينا معانا معلقة بصل، معلقة توم كبيرة اهي. انا بعملها بتوم، توم كبيرة، وهحمرها معايا في السمنة. زي ما انتم شايفين البخار طالع عليها اهو. نحط الغطا كده، لو في غطا اصغر هحطه علشان خاطر تبقى مكبوسه. انا عايزاها تستفاد بكل البخار اللي طالع. انا لقيت الغطا كبير زي ما شفتوا كده، جبت غطا صغير اهو عشان تستفاد بكل البخار اللي طالع. نشوف بقى طريقتنا مع الايه، مع الصلصه. حطيت السمنه اتقدحت اهي، سخنت قوي. حطينا الثومه بتاعتنا، افضل احمر فيها بقى لحد ما تديني اللون الذهبي. بص على الكفته بتاعتي برضو ما شاء الله. حطيها تاني كده، وفرت لي كميه زيت ولا حروق ايدي ولا اي حاجه. بصوا يا حبايبي، احمريت التومه اهي. ناخد القوطه بتاعتنا ونحطها. سيبها بقى لما تتسبك معايا تكون الكفته بتاعتي خلصت. هنفتح يا حبايبي نشوف كده الكفته بتاعتنا عملت ايه اهو. بسم الله ما شاء الله. لازم يا جماعه ما احطش كميه كبيره عشان ايه، تستوي. بصوا اهي، ولا فكت ولا اي حاجه اهي اهو. بصوا ما شاء الله، الصباع ماسك نفسه وجميل ازاي اهو اهو. اهالينا زمان بقى رحمه الله عليهم كانوا بيعملوها كده، مع ان ما كانتش الدنيا غاليه زي ما احنا موجودين دلوقتي. بس هو ما تعرفوش بقى، هو كان بيبقى توفير ولا شطاره ولا ايه بالظبط اهو. هنقلبها كاننا بنقليها بالظبط اهو اهو. بصوا بعد كده انا عامله الصلصه بقى، هنزلها في الصلصه بتاعتي. بس لما الناحيه التانيه دي برضو شكلها يغير زي دي ما غيرت كده اهو. بصوا بقت شبه المحمره. طريقه سهله وبسيطه جدا، ولا هقلي ولا هحروق ايدي ولا اي حاجه. ما شاء الله زي الفل. بصوا الصباع عامل ازاي، بصوا بصوا الصباع ماسك نفسه عامل ازاي. بصوا ولا فاكك ولا سايب. يعني الجزار بتاعنا ده ربنا يبارك له بصراحه. ادي حبايبي الكفته بتاعتنا اتعملت اهي. نسقطها فين؟
في الأوضة، وهنحطها في الأوضة اهي. بصوا خلاص يا حبايبي، حطيت الكفته بتاعتي اهي. هسيبها بقى تستوي مع نفسها كده، وبعمل الرز على عين تانية. عايزه اقول لكم معلومه عن الكفته. في ناس تقول لي لما بنيجي نعملها بقى احس ان هي حادقه، يعني لو حمروها ودقوها محمره كده يلاقوها حادقه. حلها ايه؟ ما تحطيش في الصلصه، ما تحطيش ملح خالص خالص، هي هتنزل حدقانها في الصلصه. ولو حسيتي ان برضو هي حايقه، يعني حيقها عالي، ادي يا حبايبي عملنا احلى كفته. بصوا كانها محمره بالظبط. وعملنا احلى رز بسمن بلدي ما شاء الله، جميل ازاي اهو. جرب بقى الكفته بتاعتنا كده اهو. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ الله على ريحه الرز وجماله يا جماعه اهو. بسم الله. الله، مية مية. جربوها ومش هتخسروا اي حاجه، بالعكس انتوا هتوفروا كتير اهو. ما شاء الله، مية مية، جميلة. صحة وهنا يا رب للي ياكل. وافتكروني بدعوة حلوة لاختكم ام يوسف. يا رب والف هنا للي ياكل، وانا من ضمن برضه اهو. احلى لايك من ايديكم.